وثاني يوم راح نجرب الفطور السوري، وضروري كمان ما ننسى الشاي. وما زالت سلسلة الفطور حول العالم مستمرة للآن. اهلين وسهلين اياد، بدنا نروق اليوم. يعني ايش الفطور؟ فعلا يا سلمان بتعيش الأجواء كأنك جالس بسوريا. عود اياد، هون عود. بسم الله. هلا عندك هي الفتة الحمص وهي الفلافل، عندك الفول، هذا الحمص، عندك هي المناقيش. بالنسبة للطبق الشرقي طبعا وما نسينا يكون الشاي. وهذا الخبز تبعهم بيطلع من الفرن حار. لأول مرة راح نجرب الفول على الطريقة السورية، بنحط شوية ليمون عليها. راح اخذ اول لقمه ونقول بسم الله. انا اول مره اكل فول الحب، بالعاده احنا ناكل عندنا الفول المهروس اياد. والآن راح نخش يا سلمان على فتة الحمص. يلا افتح تمه. والله الميكس طحينه مع الصوص مع الليمون عجبني. والطبق الثالث اللي هو الحمص. بالله يا سحبة. الرمان كمان زياده، ما تبي كنتاكي بعد. بالعافيه يا سلمان. والله هذا الصباح الجميل. وهذا الطبق الرابع اللي هو الفلافل يا سلمان. ركز على الميكس هذا يا اياد. تاخذ طعميه، تاخذ الحمص. والله هذا الميكس الطعم هذا يجنن، وشكلين ما بحكي يا اياد. وهذه المناقيش المشكلة يا سلمان. راح أجرب المنقوشة لحم بالخضار. انا احب اضيف مع اللبنه عسل. والله العسل اضافه حلوه. وراح نبدأ الحين بالفطور الحلبي. راح صب لك الشاي يا اياد. وبس. الله 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 الله. اسالني ايش الفائده من الرغوه؟ إيش الفايدة من الرغوة؟ والله ما ادري. اول لقمه من البيض، أنت خذ البيض وأنا من نصيب الطماطم الحلوة دي. حبه من الزيتون الاخضر. وهذه الجبنة الشلل يا سلمان. وانا احب اجرب الميكس على طول. لا ننسى المربى. بسم الله. والله رهيب. المكدوس نضيف عليه شوية زيت زيتون. هذا هو المقدوس ومعك الخير. ولله الحمد خلصنا الفطور الرابع. اكتبوا في الكومنت بكره اخر فطور من اي دوله.